السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة ثابت. النهاردة هنعمل البيتي فور. البيتي فور مش لازم يتعمل في العيد، لا ممكن نعمله في أي يوم من السنة. دلوقتي معانا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ يعني. ومعانا كاكاو دريم ده حلو قوي. ومعانا كوبايتين سكر بودرة وكيلو دقيق، ودول 800 جرام سمنة. يعني أنا أول مرة أعمل البيتي فور بالسمنة. أنا دايما بعمله بالزبدة ومتعودة عليه أعمله بالزبدة، بس النوبادي بقى قلت أما أعمله بالسمنة ونجربه، بس طلع حلو قوي قوي. معانا كوبايتين سكر، ما نزودش السكر علشان البيتي فور ما ينشفش. ديت حاجة يعني مهمة جدا. معانا السمنة تكون ساقعة. طبعا انا قعدت اقلب فيها كده، اضيع السقعية منها شوية، وبعدين هنحط السكر، كوبايتين السكر، ونضربهم بالمضرب. لازم مضرب علشان تبقى مدية فوم كده هوت مع السكر. لازم يتضرب كويس جدا السكر بالسمنة او الزبدة، بس هو ديت سمنة. ديت سمنة اسكندرية حلوة قوي. بتبقى العلبة، يعني هي علبة بلاستيك كده، بتتباع في الهايبر والحاجات دي. بتبقى 800 جرام سمنة اسكندرية حلوة قوي. جربوها هتعجبكم. طبعا هنضرب السمنة مع السكر كويس جدا، بحيث ان هي تبقى زي الكريمة. يعني تبقى الاصفر دوت اللون يبقى مبيض، تبقى كريمي كده. واهم حاجة في البيتي فور ان هو يتضرب كويس جدا، السمنة مع السكر او الزبدة مع السكر. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، هنفضل نضرب فيها بالمضرب. ولو مفيش مضرب بايدينا بقى، بس طبعا بيبقى مجهود كبير. هنحط ال4 بيضات، بيضة بيضة. هنحط اول بيضة ونضربها كويس لغاية اما ايه، الصفار دوت يختفي. لازم برضو بيضة بيضة، علشان لو اتحط البيض على بعض هتلاقيها قطعت، فهتاخد وقت عقبال لما ايه تبقى كريمي. زي ما انتم شايفين كده هنحط بيضة بيضة. هي البيتي فور طريقته سهلة جدا، بس أي غلطة بسيطة كده بتبوظ الدنيا. يعني مثلا لو حطينا دقيق زيادة شوية، بتلاقي البيتي فوراية مكتومة. لو حطينا دقيق قليل شوية، هتلاقيها طبعا السكر هيبقى زيادة، هتلاقي النقشة ساحت. يعني البيتي فوراية تلاقيها ما فيهاش نقشة كده. فلازم نخلي بالنا من مش هقولك المقادير، نخلي بالنا يعني ان السكر ما يزيدش وما يقلش. زي المقادير ديت حلوه ومظبوطه. يعني كوبايتين السكر دول بتاع 320 جرام، اللي هو الكوبايات اللي هي المضاد بتاعت الشاي اللي بنشرب فيها دي العاديه. هنحط الاتنين السكر مع 800 جرام سمنه، مع الكوبايتين، مع ال4 بيضات والفانيليا طبعا. نضربهم كده لغاية اما تبقى زي ما انتم شايفين كريمي. طبعا بنقعد ناخد الجوانب علشان تبقى كلها متجانسة مع بعض، ما يبقاش اللي في النص مضروب واللي على الحرف يكون لسه. نضربها كده كويس جدا، وبعدين بنحط اخر حاجة الدقيق. الدقيق بقى، يعني انا حطيت الكيلو، بقعد احط حبة حبة كده لغاية، طبعا لازم يتنخل علشان يدخله الهواء. والبيتي فور ما بحطلوش بيكنج باودر. ليه؟ علشان النقشة بتاعت البيتي فورية ما تسحش. وبعدين في بيض كتير والسمنة والسكر، فالهشاشة بتاعت السمنة والسكر هي ديت اللي بتخلي البيتي فورية هشة وناعمة. هنحط كده هوت الدقيق دوت كيلو الا شوية صغيرين. يعني ما بحبش احط الكيلو كله، اما نشوف العجينة هتاخد قد ايه. انا حطيت الدقيق وسايبه شويه في قلب الكيس. هنحط بقى السمنه والبيض والسكر ونقلب بايدينا. البيتي فور ما نقعدش نعجنه كتير علشان ما يبقاش فيه عرق، تبقى العجينه بتمط كده اهوت. لا، بنقلبه بايدينا كده لغايه اما الدقيق يختفي. بنجيب من تحت لفوق، وبايدينا التانية الناشفة بنشوفها بتلزق ولا لأ. لأنها ما بتلزقش خلاص كفاية، يعني ما نحطش دقيق تاني خلاص، عشان لو حطينا دقيق كتير هتبقى مكتومة. انا كده نصصت الكمية، خليت نص فانيليا والنص التاني بنحط الكاكاو. الكاكاو دريم طبعا، اهم حاجة يكون الكاكاو نوعه حلو.
يا اما اسباني ويكون حلو، يا اما الدريم حلو. فطبعا نخلت الكاكاو علشان بيبقى فيه حاجات مكلكعه كده، وهنقلبها وبس. كده انا نصصتها، بس انا بقى ايه بحطها في بولة تكون اصغر. انا مش عارفه يعني ليه بنعمل بيتي فور في العيد بس، مع ان يعني المفروض اللي احنا بنعمله على طول. انا بعمله يعني بس مش كتير، بس بعمله عادي يعني من غير عيد. طبعا انا حطيت البيتي فور في القمع ده اللي هو بتاع بلح الشام، بس بحط البلبله بتاعت البيتي فور، بتبقى برضو سهلة جدا عن القمع. واللي ما عندوش طبعا الكيس بتاع بلح الشام دوت بيعمله بالقمع عادي. انا بحط في الصينيه اللي فيها كاكاو كام واحده بالفانيليا علشان اشوف السوا، واللي هي بالفانيليا بحط برضو منها بالكاكاو، على اساس اللي احنا نخلص يعني الكميه على بعض. يعني ديت انا حطيت بعد كده اهوت كام واحده فانيليا عشان اشوف السوا. انا بوريكم اللي انا بعمل بالقمع وبالكيس، الاتنين بيخلصوا بسرعه. بص السوا بتاعه طالع حلو قوي قوي. اهم حاجة تكون البيتيفوراية تكون فاتحة من فوق علشان ما تنشفش. كده انا عملت الكمية اهو اللي بالكاكاو واللي بالفانيليا. طبعا التشكيل دوت زي ما انت عايزة. انا بعمله بمربى المشمش بيبقى حلو قوي قوي. وبعدين بعد كده بعمل صوص شوكولاتة وصوص شوكولاتة بيضة، والمربى المشمش اهي بعملها على في الميكروويف يعني، او ممكن تعمليها على بخار المية وتلزقيها. طبعا التشكيل اللي انت عايزاه، بس طلع البيتي فور ناعمة وهشة وفي منتهى الجمال. جربوها وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. باي باي.